لتضامن تونس مع الامارات في تحالف دول الخليج ضد دوله الامارات، والتزام تونس الحياد. يعني الشعب متضامن ولكن السلطه التزمت الحياد. تضامنها كنتيجه وقوف قطر اثناء الثوره مع الشعب التونسي وقناتها خاصه قناه الجزيره التي هي نقطه سوداء عند الامارات وعند عرب الخليج. وفي انتظار ما ستكشفه الأيام المقبلة من تطورات حول القضية، تتجه شريحة كبيرة من التونسيين إلى إلقاء اللوم على مسؤوليهم فيما حدث، ولا سبيل أمامهم سوى الاعتذار. نحن كنساء تونس نريد اعتذار رسمي من هذا الشخص الذي يمارس السياسة بشعبوية ولا يعرف فن السياسة. يعني ما يقال علنا نريده علنا. نحن لا نرضى بالملفات تحت الطاولات وهي سياستهم كما نعلم. يعني هم الذين تسببوا في الأزمة السياسية في تونس وكله معلوم. الحقائب المالية التي دعمت بها الردة التونسية والتي دعمت بها أناس لهم ملفات فساد حتى يعودون للسلطة ويشرفون على ممارسة السلطة هم بأموال إماراتية وكلنا يعلم ذلك. ويرى مراقبون أن سياسة المعاملة بالمثل التي ليست سوى تصعيد واضح من قبل البلدين ستكون لها انعكاسات واضحة ولو بعد التوصل إلى اتفاق لإنهاء الأزمة. أعلن وزير الإسكان والبناء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي